السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. شايفين بقى الجمال اللي قدامكم ده؟ طبعا كلكم هتقولوا طبعا حواوشي لحمة. لا، هو مش حواوشي لحمة خالص، هو حواوشي فراخ وطعمه احلى بكتير من اللحمة. طبعا بقى يعني كل واحد بيحب الفراخ وبيحب اللحمة. انا بقى ايه عملته بالفراخ، طعمه رهيب جدا جدا. بس اهم حاجة ايه، ما تنسيش لايك وشير للفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصلك. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك للفيديو كتير وتكتبي لي كومنت كده جميل، عشان كومنتاتكم بتساعدني ودايما ببقى مبسوطة بيها. يلا نشوف بقى المقادير. قبل ما نشوف المقادير نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. انا معايا نص كيلو من الفراخ، الصدور الفراخ اللي هو البانيه يعني. ضربته في الكبه، وطماطميتين وبصلتين كده كبار حلوين وقرنين فلفل حار. وحطيت بقى ايه البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي دي ملح وفلفل اسود والسبع بهارات وكمان بهارات اللحمه. طبعا بقى انا بدعكهم كده كويس جدا علشان خاطر البهارات بتاعتي. طبعا ما تنسوش الملح عشان خاطر البهارات بتاعتي والحاجة بتاعتي تندمج كلها ايه مع بعض. ومعايا كمان نص ايه كوباية بقدونس او نص حزمة بقدونس. بعد ما هدعكها كده كويس انا هنزل عليها بالبقدونس. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين كده انا هنزل عليها بالبقدونس. البقدونس ده بقى بيودي الطعم لحتة تانية خالص. ما شاء الله لا قوة الا بالله، طعم الحواوشي جميل جدا. انا طبعا بقى بعد ما دمجت كل الحاجات الجميلة اللي انا قلت لكم عليها دي مع بعض، انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي هسيبها ترتاح، وبعد ما ترتاح هوريكم انا هعمل ايه. طبعا انا بقى كان عندي شويه جبن كده، موتزاريلا على شيدر على رومي. لو انت عندك ده اختياري مش اجباري. هدعكهم كده ببعض وادخلهم برضو جوه الخليط بتاعي عشان هيخلوا برضو الحواوشي بتاعي جميل جدا. انا طبعا بقى ايه اشتريت عيش كده من الفرن وقلت له انا هعمله حواوشي، علشان كده هو مديهوني عيش ابيض كده ويعني ايه نص سوا. عارفين العيش اللي هو نص سوا ده، هو ده بتاع الحواوشي مش المتحمص ده. وهكور كده وهفرد في رغيف الحواوشي في كل الجوانب بتاعته، علشان خاطر يعني ما يبقاش في حتة فيها لحمة او حتة فيها الخليط بتاعنا والحتة التانية ما فيهاش، وناكل عيش يعني كده فاضي. وما شاء الله لا قوة الا بالله، الكمية دي عملت لي 10 ترغيفة او 11 رغيف من اللي احنا شايفينه قدامكم ده. يعني نص كيلو البانيه توفير التوفير عمل لي 10 ترغيفة. طبعا احنا عارفين بقى سعر رغيف الحواوشي بره عامل كام، يعني اقل حاجة عامل 15 20 جنيه دلوقتي. فاحنا ما شاء الله لا قوة الا بالله عملناه في البيت، وطعمه طبعا احلى وانضف كتير من بتاع الشارع. احنا طبعا عارفين احنا بنحط فيه ايه. انا هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها وهوريها لكم. طبعا بقى والمفاجأة ان انا مش هسويه في الفرن، انا هسويه على الطاسة معاكم وهوريها لكم كده. ما شاء الله انا خلصت الكمية بتاعتي كلها وحشيتها كلها بسوا واحد. وانا دلوقتي هسخن الطاسة بتاعتي وهدهنها كده بشوية زبدة او شوية زيت، وهوريكي بقى انا هعمل ايه. طبعا ان شاء الله يا رب يعجبكم وتجربوه. وعلى فكرة ينفع برضو في الفرن، يعني مش هيقول لا. بس طبعا لما بيكون على الطاسة كده بيبقى طري كده وجوسي وجميل، مش بيبقى مقرمش برضو. بس الحشوة بتاعته بتبقى طرية كده وجوسي وجميلة. طبعا انا كده حطيت بقى شوية الزبدة اللي انا قلت لكم عليها وهغطيه. انا حطيته دلوقتي لغاية لما يتحمر على الوش بتاعه وهغطيه عشان طبعا الجبنة بقى تسيح بتاعتنا الجميلة دي. وبعدين هقلبه على الناحية التانية، واول لما اخلصه هوريه لكم. شايفين انا كده قلبته ايه على الوش التاني اللي هو اتحمر. هغطي برضه لغاية لما يتحمر خالص خالص. ماشي. شايفين بقى ما شاء الله يعني شكله يتكلم عن نفسه. اهم حاجة ما تنسيش تشتركي في القناة لو انت لسه اول مرة تشوفيني، وتدعموني باللايكات بتاعتكم الجميلة. شايفين بقى انا كده ايه، كده قلبته على الوش التاني كده ما شاء الله يعني واخد اللون الذهبي الجميل. وكده انا خلصت الكمية بتاعتي كلها، ويا رب يكون الفيديو كان خفيف وظريف على قلبك. اهم حاجة ما تنسونيش بالدعاوى الجميلة بتاعتكم، علشان خاطر انا ببقى مبسوطة جدا ان في حد كده واقف في ظهري وبيشجعني، علشان خاطر ان شاء الله اعمل لكم كل جديد. مع السلامة في يوميات دودو جديدة.